عايزة تعملي بفتيك مقلي طري من جوه ومقرمش من بره وقشرة ثابتة عليه؟ التتبيلة السرية اللي هتخليه أحلى من المطاعم كمان. تعالي نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. بفتيك يعني وش الفخدة، هتجيبيها كده من عند الجزار وهتجيبيه وتجيبي كيس تلاجة وتحطي بقى البفتيك بين كيسين تلاجة وتدقدقيه بالمدق اللي هي الحتة المدببة دي علشان نفتح الأنسجة بتاعة البفتيك ويشرب من التتبيلة بتاعته وتبقى خطيرة. خلصي كل الكمية بنفس الشكل ده. وبعد كده هنجيب بصلاية وفلفل رومي أحمر مفرومين، هناخد المية بتاعتهم عليهم بيضتين ملح وفلفل أسمر وعليهم نص كوباية من الدقيق. أهم حاجة إنك تظبطي القوام، أنا لا عايزاه خفيف ولا تقيل، أنا عايزة لما تحطي البفتيك كده التتبيلة تفضل عليه بالشكل ده. هتجيبي بقى بولة وحطي بقى كده البفتيك بتاعك وخلصي كل الكمية، نحطه في الخليط. شايفة القوام ما بتتحركش من مكانها، انا عايزه قوام الخلطه بالشكل ده. هو ده السر اللي هيخلي البفتيك طري من جوه وقشره ثابته عليه من بره وخطير. غطيه بقى باسترتش راب ودخليه التلاجة من 3 ل 4 ساعات. عندنا بقى بقسماط، هجيب البفتيك واحطه بقى في البقسماط واضغط عليه كده ضغطه خفيفه وحطيه بقى في طبق ودخليه التلاجة على الاقل نص ساعه. زيت سخن وغزير على نار متوسطه ياخد اللون الخطير ده، وبعد كده طلعيه على مناديل مطبخ يجنن. جربوه، ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.